هو ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ هي ازاي البشر بقت بالطريقة المرعبة دي؟ اللي هتسمعيه في الحلقة ده دلوقتي صدمة وكارثة بكل المقاييس. بس انا عايزة اقولك حاجة بسيطة قوي. المشكلة عندك انت يا فندم. اسمعي الحلقة دي عشان تعرفي اللي حصل. البنت اللي بعتها النهاردة دي حصل لها شيء بشع محدش يتخيله، بس بعد ما دخلت في التفاصيل وكتبتها كلها في الرسالة اتأكدت ان الخلل جاي من عندها. اسمعي علشان ما تقعيش في نفس اللي هي وقعت فيه، كارثة كبيرة جدا. بعد ما اتعرفت عليه من إحدى الأماكن ونزلت معاه وخرجت، أعجبت بيه جدا وكان هو فتى أحلامها اللي هي عايزاه. بتقول في الأول طمني جدا وعرف ظروف حياتي وعرف اتيتيود طريقة شغلي والتعامل مع الناس، وبعد كده بدأ يطمني. وكنت في الأول فاكرة إن أنا صعبانة عليه علشان أنا ماما وبابا متوفيين وعايشة لوحدي، بس بعدها بفترة اكتشفت لأ، راجل وجدع جدا وكويس جدا معايا. ده كمان كان وقت ما يعرف ان انا عندي مشكلة ولا حاجة كان يتصل بيا عشان يطمن عليا. لحد بعدها بفترة ضفنا بعض على السوشيال ميديا واكتشفت شيء صعب قوي. لقيت الراجل ده عنده كمية بنات مش طبيعية وبيحب يتصور صور جميلة جدا. البنت بتقول عرفت ان هو عندهم شركات وتجار ومادياتهم كويسة جدا. عدى الوقت، كنت كل ما اجي اتصل بيه عنده حركه كده بيعملها مستحيل يرد عليا من الرنه الاولى، لازم ارن فوق ال 75 مره عشان يرد عليا، ومسجات بقى ورسايل ويفتح المسج ويشوفها، ممكن يرد عليا بعدها بيومين عشان يعبرني. طبعا في الاول تقلت عليه، ولما شفت البنات اللي عنده عرفت ان هو عنده كتير قوي وحواليه كتير جدا، فقلت لا يعني انا مش معقوله الطريقه دي. بس انا بصراحه من جوايا معجبه بيه جدا. لحد ما في مرة لقيته بيكلمني وبدأ يعبر لي عن إعجابه وقد إيه إن هو مهتم ونفسه يشوفني. بس المشكلة يا داليا إن كان كل مرة بيطلب إن إحنا نتقابل كان عايز يقابلنا بعد الساعة 1 بالليل، الساعة 2 بالليل، وده طبعا يعني وقت غريب جدا. فقلت له وأنا يعني مش أنثى قدامك كل شوية تقولي نتقابل الساعة 1 نتقابل الساعة 2، ما نتقابل بدري زي البني آدمين الطبيعيين. قال لها بصي، أنا شغلي بيخلص الساعة 12 بالليل، وطبيعي ان انا لما اقابلك الساعه 1 بالليل، ماكسيمم 2 بالليل. يعني مشي الامور يا بيبي، ما تبقيش كده مزنقاها وخانقاها علينا. البنت طبعا بتقول بصراحه انا بحبه واعجبت بيه، وهو حد كده شيك قوي، حد لارج قوي ستايل، فمش عايزه ابينه ان انا واحده متخلفه ورجعيه بصراحه. هو فقت، قلت له خلاص ماشي مفيش مشكله. طبعا اتفاجئت منه ان هو بيقول لي تعالي قابليني في المكان الفلاني. انا ساكنه في حته وهو شغله وسكنه في حته تانية خالص، ولو حسبنا المسافه لا فيها ولا ساعه ونص مثلا. طبعا البنت بتقول